بنكمل مع بعض النهارده سلسله المواد الحافظه، ودي الحلقه الثالثه. هنتكلم النهارده مع بعض عن الاوبتفين والاوبتفين بلس والفرق بينهم. معاكم كمان محمد عماد، ودي شركه اليمنترا. هنبدا اول حاجه بالكلام عن الاوبتفين. الاوبتفين ماده حافظه خاليه من الفورمالدهيد والبارابين، عشان كده في ناس كتير جدا تحب تستخدمها. الاوبتفين بيحتوي طبعا على فينوكسي ايثانول، وزي ما احنا عارفين ان الفينوكسي ايثانول مش بيدوب في الميه بسهوله. فعشان كده لو انا عندي منتج فيه كميه ميه عاليه زي الشامبو مثلا، بحتاج هنا ان انا ادوب الاوبتفين في حاجه زي الجليسرين او المونو بروبلين جلايكول، بحيث ان هو يدوب 100%. طبعا لو انا بعمل كريمات اقدر اضيف الاوبتفين في اي مرحله، لانه بيستحمل درجات الحراره عاليه، ممكن توصل لحد درجه حراره 80 واعلى من كده كمان. تقدر تستخدم الاوبتفين من نص في المية لحد 1.5%. هنبدا دلوقتي مع بعض نتكلم عن الاوبتفين بلس. الاوبتفين بلس بيتكون من 3 خامات: فينوكسي ايثانول، الكابريل جلايكول زي ما قلنا بالظبط في الاوبتفين، ولكن هنا بيزيد معايا ماده ثالثه وهي السوربيك اسيد. بلاقي ان نسبه الفينوكسي ايثانول في الاوبتفين بلس بتبقى حوالي من 50.5% لحد 54.5% تقريبا، والكابريل جلايكول بنسبه 40 ل 44%، السوربيك اسيد بنسبه حوالي 5 ل 7.5%. طبعا السوربيك اسيد مش محتاج اقول لك ان هو ماده حافظه طبيعيه بتخش اكتر في الاغذيه، وخصوصا في حفظ اللحوم. طبعا بسبب وجود السوربيك اسيد بلاقي ان البي اتش المناسبه للاوبتفين بلس عشان تشتغل فيها بتكون تحت الست، يفضل من 2 ل 6. تقدر تستخدم الاوبتفين بلس في درجات الحراره العاليه برضو، لانها بتستحمل درجات حراره عاليه، تشتغل معاك بنسب من اول 75% لحد 1.5%. كده احنا عرفنا الفرق بين الاوبتفين والاوبتفين بلس. اتمنى نكون الحلقه فادتك. مش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.